اتكلم شوية عن حبك الكبير للمسرح. أنا سعيد إن أنا يعني بلتقي بكم الفنانين الكبار والكتار قوي اللي من كل أنحاء العالم، من أفريقيا وأمريكا ومصر والدول العربية. يعني سوق مسرحي كبير قوي. أعتقد إن هو يعني هيعود على المسرحيين بالأفكار الجديدة. عاوزين تتكلم معانا عن تجربتك المسلسل رمضان الأخير مع ياسر جلال، كواليس والعمل معاه وتجربتك الفنية في المسلسل. ايوه بس ده مش مسرح تجريبي. اكيد عشان تكون عارف. طبعا لان ده لمسه اكتاف يعني. حاسب. هو عمل اثر في قطاع كبير في الشباب، بالذات ان هو كان بيتكلم في القضيه كبيره ومهمه بتناقش المخدرات، والمواضيع دي خاصه في شبابنا المصري منتشر جدا، فالقضيه دي كانت حساسه جدا، وبالذات دور اللي حضرتك اللي كنت بتقوم بيه كان مهم ومؤثر في الدراما. يوم انا بحييك على ان الرساله وصلتك، وواضح ان انت اتفرجت بشكل كويس. عمل في وسط اعمال كتيره. اعتقد انه مهم جدا جدا جدا. مخرج كبير استاذ حسين المنباوي، مؤلف كبير استاذ هاني سرحان، نجم طبعا كبير زي ياسر جلال. مش عايز اقول لك قد ايه انا استمتعت بالشغل مع المثلث الجامد ده يعني. الحمد لله. انا سعيد بشغلي في مسلسل لمسة أكل. ولا انت ايه رايك؟ لا انا عجبني دورك طبعا. لا عايز افهم. لا عايز تقول ان انا كنت وحش؟ لا طبعا انا اشدت بدورك من الاول ما اتكلمت، علشان كده انا اول حاجه ذكرتها ذكرت اسم المسلسل ودورك والقضيه اللي كان بيناقشها. عاوز بقى كلمه اخيره بتوجهها للشباب الهواة المسرح والفرق المستقلة، ان هو لسه برضو بيتفرج على العروض القوية زي دلوقتي في مسرح التجريبي وما قبله المسرح القومي. اغلط وجرب واشتغل وافشل وانجح وانجح وافشل وهيقابلك صعوبات كبيرة جدا جدا جدا. لكن لما تحط رجلك وتبدأ تبقى كده فنان معروف كده، لازم تنتقي ولازم تعرف انت عايز توصل ايه، وعشان في النهاية تلاقي عندك كده يعني مجموعة أعمال أنت تفتخر إن أنت اشتغلت فيها وقدمت فن له قيمة وله رسالة. أنت كل شوية توطي الميكروفون وأنا مش عارف يعني. ركز معايا.